السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلام كلها يا رب. النهاردة بقى هعمل لكم ايه؟ هقول لكم على حاجة، على طريقة ورق تخزين ورق العنب. انا اول مرة اجربها ولقيتها طريقة حلوة يعني. آه، كنت الاول بجيب ورق العنب والاقيه وبيبقى فيه طينة كده ومش حلو، وبيقولوا خزنوه من غير ما تغسلوه يعني. فانا طبعا ايه، ما لا عرفت يعني وكده، ورحت غسلته وقلت ايه هنجرب، اجرب يعني الطريقه دي. بصوا انا مخزناه في علبه اهو، بس غسلته والله العظيم انا كنت غسلاه. بصوا طبعا خدت منه وقلت بقى ايه، هشوف هيتكسر ولا مش هيتكسر وكده. بصوا خدت منه ورحت عامله ايه، ورحت سلقاه. ولا اتكسر ولا جرى اي حاجه يعني. ممكن تغسلوه عادي، ما اللي بيقولوا ما تغسلوش ده بيبقى الطينه لازقه فيه، وتيجي تطلعيه تلاقيه سود كده ومبقاش حلو. بص انا سلقت اهو، جميل، ما فيهوش اي حاجه ولا فيه اي حاجه اتكسرت. ورق العنب واغسلوه عادي بس حطوه في علبه، يعني علبه زي دي كده، اي علبه كده لها غطا حطوه فيها. وبعدين رحت سلقته. انا حبيت اقول لكم بس وايه، هنعمل بقى محشي ورق عنب وهنعمل ايه ومحشي كرنب. بصوا هو كده مجمد يعني. تاخدي منه كده زي ما هما كده وتحطيهم في الميه. ولا بيتكسر ولا اي حاجه. انا الاول ايه، كانوا عمالين يقولوا لا الورق عنب بيتكسر لما بتيجوا تعملوه ني يعني من غير بيبقى بتغسلوه يعني. لا، كنت بعملها مره من غير غسيل، والله لقيته مليان زي اسود بقى، وبقى مليان زي الطينه كده. كده بقى هسلقه زي ما سلقت التاني اهو. حاجة اتكسرت فيه ولا حاجة اهو. هسلقهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى دول، انا زي ما هو، ولا اتكسر ولا جراله اي حاجة يعني. عادي اغسلوه ما تخافوش، مش هيجراله حاجة. طبعا هنا غسلت الرز طبعا بتاع المحشي. معايا بقى التوابل بتاعته. هنا ربع معلقة شطة، وهنا نص معلقة بابريكا، وهنا ربع معلقة فلفل اسود، وهنا نص معلقة كمون، نص معلقة ملح، وهنا ربع معلقة صغيرة نعناع. نحط كده على الرز. نديهم بس تقريبا كل التوابل كده في الرز. هنزل بقى ايه بالصلصة. معنا الصلصة المتسبكة وناشفة، مفيهاش طبعا ايه مية خالص. طماطم ايه،
خلاص كده حطينا بقى ايه الدونات، ناقص الخضرة وناقص البصل. البصل ده بقى ايه، انا ما بخرطوش الا اخر حاجة لما احط الصلصة على عشان ما ايه ما نركنهوش جنبنا ويعمل ريحة. يعني ايه بعد ما تحط الصلصة، طبعا الرز مش هيدقدق ولا حاجة، هحط من البصل، خرطي البصل عادي. معايا هنا الخضرة برضو انا عاملاها وحطاها في الفريزر، شوية كده منها. كل ما تكوني تحت هاتي خضرة واعمليها وحطيها في الفريزر، ممكن تحتاجيها لسبانخ، تحتاجيها للقلقاس، تحتاجيها لأي حاجة هتلاقيها في البيت. يعني ايه عشان ما تعمليش نفسك. ممكن عايزة تعملي كفتة وكسلانة ايه تنزلي تجيبي خضرة زي ما انا ساعات بكسل، مش بيجرالها حاجة. طب طبقة فل واعمليها في ورقة بلاستيك، وغطيها بورقة بلاستيك كده ولا كيس تلاجة، وايه وحطيها حاجات بتنفع برضه. هنا بقى هجيب ايه هجيب البصل وهخرطه، لان انا ما خرطتوش الا ايه بحط الحاجات دي كلها على بعض عشان ما يعملش ريحه زي ما قلت لكم. البصل بقى هخرطه وارجع لكم. انا بقى خلاص خرطت البصل اهو، بصلتين صراحه صغيرين مش كبار قوي يعني، وسط يعني. الاول كنا بنحط 4 5 بصلات دلوقتي طبعا خلاص يعني اي حاجه هتقدر. والله العظيم مره عملته من غير بصل، نسيت البصل والله كان جميل، والله ما حسيت بطعمه، يعني حسيت بطعمه حلو برضه يعني البصل ده يعني احلى حاجه في المحشي. انا بقى نسيته، شفت بقى، بس طلع جميل والله. انا بقى خلاص حطيت كل حاجه. هنعمل ايه بقى، هنجيب حبه زيت، لازم الزيت. الحله ديت عشان نحشي فيها، عشان التانية كبيره قوي طبعا واحنا مش عايزين، مش هنعمل كتير قوي يعني. واحط بقى ايه شويه زيت فيها. بصوا بقى حبه الزيت اللي انا حطيتهم فيهم دول، شايفينهم؟ هحطهم بقى على المحشي كده. توفير ولا لا؟ حلو كده عشان نحط هنا وهنا في حبه صغنطتين في الازازه، حرام ما نرميها بس. كده بقى ايه خلاص حطيت كل حاجه. هحشي بقى ايه محشي. عندي هنا طماطميه كده قطعتها شرايح، هحطها في قعر الحله. بالشكل ده كده. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونحشي. نعمل ايه بقى، هنمسك الورقه كده كده، مش هنكتر بقى الرز عشان ايه، طبعا الرز انت عارفين ان الرز بيزيد في المحشي.
انتوا عارفين العروق بتاعت المحشي دي، انا ساعات انا بقطعها يعني صغيره قوي قوي واروح حطاها في بس طبعا المحشي ده انا كنت عاملاه في الفريزر وكده، مطلعاه من الفريزر طبعا، ما رميت العروق يعني. المفروض ان انا مرميش حاجه من المحشي خالص. طبعا دي فراخ اللي على النار دي. انا ساعات طبعا ايه برص على بعمل على الصينيه بيبقى اسرع كمان اهو. اعمل صف بقى ايه كرنب وصف ورق عنب، الاتنين مع بعض. طبعا رصيت اول صف اهو كرنب، وهنرص بقى ايه الصف التاني ورق عنب، صف كده وصف كده. كده بقى نمسك ورقة العنب من الناحية اللي هي الخشنة، هنحط الرز على الناحية الخشنة ونسيب الناحية الناعمة الناحية التانية. هنمسك الورقة كده، هي عاملة كده، ناخد الرز كده ليها زي الجناحات، هنروح حاطين الجناح الأولاني كده والتاني كده والتالت كده، ونروح ايه لافين على طول اهو. اي جوانيح ندخلها جوه اي جوانيح اهي. بصوا بقى، بصوا بقى ايه الجمال ده، شايفين؟ نبتدي واحدة تانية. شايفين بقى والله العظيم انا كنت غاسله ورق العنب ده وحطاه في الفريزر، كنت خايفه لا يتكسر قوي. بصوا جميل ازاي. اصل مفيش حاجه تتحط بصراحه ربنا يعني في التلاجة من غير غسيل، حتى البسله انا بغسلها يعني. الحاجه الطينه بتبقى لازقه فيها، ايه ده؟ هتيجي تغسليها هتلاقيها هتلاقيه مطين بطين. على ايه لما احنا نغسله نحط رص كده في العلبة مش بيجراله حاجة، ما تحطوش على بعض، رصيه في علبة وحطيه في التلاجة مش هيحصل له حاجة. في الفريزر يعني. انا جايباه من بدري والله الورق ده اهو. بصوا يا حبايبي يا حلوين، فينا الرصة الحشوة الجميلة، اي جوانيح طالعة من هنا ومن هنا دخلها جوه ولفي. هلفه كده. رصينا برضو ايه ورق العنب، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يبقى اللي تحت كرنب وده ورق عنب. هنكمل بقى الحلة كده صف وصف. بصوا الكرنب دوت اللي انا فرزته معاكم من قبل رمضان، انا كنت جايباه طبعا رمضان. بصوا عامل زي ما هو ازاي. انا طبعا نزلت لكم فيديو ايه بتاع التفريز يعني. هتسلقيه من غير ملح خالص. ليه بقى؟ لان الملح بيسوده وبيهريه، فلما تيجي تسويه زودي بقى ايه الملح في الشوربه شويه، يعني زودي الملح في الشوربه شويه وما تسلقوش بملح، هيقعد معاكي من السنه للسنه والله. بصوا جميل ازاي، زي ما يكون لسه عاملاه دلوقتي اه. طبعا لو حطيت له ملح هتلاقيه طبعا كان هيبقى مسود ومجلد. حبيت اوريهولكوا بس قبل ما احشيه كده. خلاص يا حبايبي بصوا الحله هي اترصيتها، بس كان طبعا في واحدتين لسه فاضلين من الكرنب بدل ما احطهم في الطبق التاني دوت، عشان انا كنت ما يبهدلوش يعني الطبق. في لسه فايض اهوت، هحطه في التلاجة تاني. وده فايض برضو هحطه في التلاجة تاني، هحطه في العلبة تاني، هرصه في العلبة، هشطفه طبعا وهحطه في العلبة تاني بس هحطه في كيس عشان التاني مش مسلوق وده مسلوق. دوت الفراخ بقى هعمل فيها ايه بقى. جبت معلقة صلصة كده من بتاعة المحشي، وعندي هنا معلقة سمنة بلدي طبعا، وهحط عليها شوية فلفل اسود وشوية ملح، وهحطهم على الفراخ واحطهم في الفرن. هنحط بقى ايه يعني ايه نص معلقة فلفل اسود كده، نص معلقة ملح. هحط ملح لان الصلصة مش متحيقة يعني مفيهاش ملح.
لما حطيت الصلصة على الرز حطيت لها الملح، هقلبهم كده عشان فيهم سمنة، وهدهن بيهم الفراخ كده، هحطهم على الفراخ يعني. طعمها حلو جامد كده، فيهم سمنة وفيهم كل حاجة. هنا بقى ايه، بغلي الشوربة بتاعت الفراخ طبعا عشان هسقي بيها المحشي. بس كده دول هدخلهم بقى ايه الفرن، ادخل الفرخة دي الفرن ونسق المحشي. هنا بقى ادخل الفراخ الفرن 10 دقايق بس على الفرن يعني، وبعدين هطفي واولع الشوايه علشان ما تبقاش من جوه ناشفه، عشان الفراخ ما تنشفش يعني. ما تخليش الفرن مولع من تحت على طول لغايه ما تتحمر خالص، لا، هم 10 دقايق وتروحي قافله ومولعه الشوايه. انا بقى ايه، حطيت الشوربه عشان تغلي معايا الحله الصغيره دي اللي بعمل فيها ملوخيه. انا جايبه نص كيلو ملوخيه عشان اعمله بره يعني، غسلاه وهنشفه. طبعا الشوربه دي فيها طماطم وفيها بصل، في جناح اهوت ما حطيتوش معايا الجناح. الشوربه ايه، فيها طماطم وبصل اللي احنا كنا حاطينه للفراخ عشان ميبقاش عايم على اللي عامل مع الملوخيه. طبعا هاخد شوربه من ديت للملوخيه، هروح جايبه الحله كده اهي، واصفي ايه لغايه ما ايه نص كيلو يعني. بس انا مش عايزه الا دولت بس. دول بقى ايه، الشوربه دي انا هخليها الملوخيه على جنب كده، ودي هغليها علشان اعمل بيها ايه، اسقي بيها المحشي. دي بقى هنحط لها بقى ايه، هنحط لها هي فيها ملح، هحط لها بس ايه كمون يعني اقل من نص معلقه، شويه صغيرين. وهاخد ايه معلقتين صلصه كده من دي اهي، عشان تبقى حمرا كده وجميله، طعمها حلو. بس هجيب بس ايه يعني نص معلقه كزبره ناشفه. معايا هنا بقى الكزبره الناشفه، هاخد نص معلقه كزبره ناشفه كده واحطها معاها. طبعا الكزبره بحطها في التلاجة عشان ايه، بتسوس يعني. الحاجات اللي بتسوس تحطها في درج في التلاجة. اي توابل اعملي شنطه وحطيها في درج تلاجة، والدرج التاني حطي فيه الدقيق والحاجات اللي هي بتاعت البسكويت والحاجات اللي بتعمليها يعني حلويات. انا عامله كده درج للتوابل ودرج لان الشطه بتسوس وفي حاجات بتسوس كتير، في اللوبيا بتبوظ والفاصوليا حطيهم معاهم. اول ما تفور بقى هنسقي بقى المحشي. هنا بقى هزود حبة ملح لان الشوربة حلوة، بس ايه عايزة شوية ملح لان الورق بتاع الكرنب انا مش حاطاله ملح، ولا التاني ده ولا ورق العنب. زودت له حبة ملح عشان ميبقاش عادم يعني. كده الشوربة فارت بتاعتنا، هحط الطبق ده كده.
انا هحط لغاية بس ايه، يعني اول ما يجي عند اخر صف، اخر صف بس. ننزل الحلة كده كده لغاية اخر صف. اول ما يسيبه بقى الطبق كده علشان اول ما يغلي ما يتفتش منه، هو ده مش هيخليه يتفك. هحطيه بقى بغطا الحلة كده لغاية اول ما يغلي اروح شايلة الطبق بس. كده لقيت الطبق صغير، رحت جايبة الصينية دي آه يعني مقاس الحلة كده، رحت حاطه اول ما يغلي علشان ما يفكش، اروح شايلاه اتصل يعني ياخد وضعه كده في الثبات كده. اول ما غلي واتشرب حبه رحت شايله الصينيه. شوفوا بقى الصوابع زي ما هي ازاي، مفكتش ولا حاجه زي ما هي. هغطيه بقى واغطي عليه طبعا خلصت يا حبايبي كده، المحشي استوى اهو. هاخد الحله بقى ايه، ارزعها رزعه في الارض كده وافضيها في الصينيه دي. بعد ما رزعتها بقى رزعه هنفضيها في الصينيه كده. بسم الله. ولا رأيكم بقى؟ تعالوا يا حبايبي اتفضلوا معانا. كام صباع هما، ما تحرقوش ولا حاجه، بس ايه لازقين. رأيكم بقى في المحشي الجميل ده. شايفين؟ جميل والله، والله العظيم طعمه خرافه. انا اكلت يجي 3 4 5 صوابع كده وانا واقفه وانا واقفه بقى قبل ما افتح الفيديو يعني. اعملوا بقى لايك واشتراك في القناه يا حبايبي. المحشي الحلو ده تعالوا كله اتفضلوا معانا، كل سنه وانتم طيبين. والصلصه بتاعت المحشي انا ما بحطش طبعا في الصلصه اي حاجه غير شويه زيت في قاع الحله، وبروح احط عليها بعد ما تتقدح الزيت بحط الطماطم وبسبكها بس من غير اي حاجه. ايه رايكم بقى في المحشي؟ قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات. شايفين الجمال؟ واعملوا شير واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل محشي كل محشي. وعملت طبعا الملوخية اهي، عملت ملوخية خضرة طبعا زي ما انا قلت لكم ايه. هخلي شايفين الملوخية خضرة وجميلة ازاي. عملت ملوخية خضرة وعملت ادي الفراخ اهي. ادي الفراخ عملنا فراخ ايه في الفرن. تعالوا يا حبايبي اتفضلوا معانا، وكل سنة وانتم طيبين، واشوف وشكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي، السلام عليكم.